السيد الرئيس، السيد الوالي، السادة أعضاء المجلس، السادة رؤساء المصالح الخارجية، اسمحوا لي في البداية أني نوه المجهودات اللي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري، العناية الخاصة اللي وليها لهذه الجهة من خلال تخصيص ميزانية مهمة لنهوض قطاع الفلاحة في جهة الساقة الحمراء. الأرقام اللي معروضة أمامنا بعض القليل هي خير دليل على ذلك. لكن المشكل السيد المدير مطروح هو التدبير الارتجالي والغير موفق لمندوبيته خلال 10 سنوات الأخيرة، اللي متمثلة في اتخاذ مجموعة من القرارات بدون إشراك المؤسسات المنتخبة كيف دعم التعاونيات والجمعيات. هذا التدبير الارتجالي نتج عنه عقم تنموي في قطاع الفلاحة للجهة. والإشكال ما كاينش في الأرقام أو نقص الدعم المخصص من الوزارة، الإشكال في طريقة تنزيل وتدبير هذا الدعم. كيف ما كان كيقول الحاج حمدي الكويت، الجهة مليار 200 ولا مليار 300 يضربنا في الفئة، نداروا بها مشاريع كبيرة وضخمة اللي بانت في العيون. احنا دابا اليوم عندنا إشكالية على أساس على هذا الدعم الكبير اللي كان ديال الفلاحة، وندار جمعيات فيها بزاف ديال المستفيدين، لكن ما بانش نتائجها على ارض الواقع. اليوم حنا ما كننتظروش ارقام شكليه تعرض علينا في الشاشه، اليوم حنا ننتظروا كيف تم توزيع هذه الميزانيه على مستوى الجهه، وشنو هي هذه المعايير اللي تم اعتمادها من طرفكم او من المندوبين السابقين لكم، وهل تم الاعتماد على دليل المصادر المنظمه للجمعيات، وهل تم احترام بعد المجال لهذه الجهات، وعلاش بعض المشاريع مازالت متعثره. لاحظت على اساس كاينين مشاريع من لهم دابا 7 سنوات او 8 سنوات عطيتهم واحد 10% ولا 15% من البيدجي ديالهم، والى حد الساعه متوقفين. وهذو الجمعيات اللي كان هذه المبالغ الكبيره اللي هي ضخمه اللي كنتكلموا عن كنتكلموا عن الموضوع الاجمالي 6 مليار وصافي، ولكن كنقولوا هذا الدعم ديال الجمعيات مليار و200 ديال الدرهم. احنا اليوم عندنا معطل، عندنا بطل، عندنا طلاب اللي عاشوا وقراوا وقعدوا وجاوا ما لقاوش منين يخدموا، وما عمرك تجيهم الفرصه باش عندهم يخدموا، لانهم اغلبيتهم فات 40 سنه. كان على الاقل مندوبيه، احنا الوزاره ما كنتكلموا عنها، الوزاره مشكوره قامت بالواجب ديالها، مندوبيته كان على الاقل على اساس عنها اخر هذه الناس باش يدخلوا لهذه الجمعيات ويستفادوا منهم. احنا ما ضدهم، بالعكس ما ضد، على اساس عنكم تعطوا الدعم، بغيناكم نطولوا الدعم، بغيناكم تعطوا 10 مليار ثاني ولا 15 مليار ثاني ديال الدرهم، ولكن خاصها تمشي للناس اللي تستاهلوا، اللي تعود باينه لامباكت ديالها على المدينه. لاحظت واحد الملاحظه ثانيه السيد المدير، اذا كان حاضر، واش المدير حاضر ولا ما حاضر؟ اذا كان واحد الملاحظه ثانيه لاحظتها في طريقه الاستفاده. مثلا اللي نعطيك واحد النيه، هنا كاين مشروع اللحوم الابل الحمراء الرعويه بوجدود، اعطيتوه 151 مليون ديال الدرهم اللي هي 15 مليار، وفيه 151 مستفيد. والعيون عطيتوها بنفس الجمعيه، نفس التيتر، عطيتوها 172 مليون وفيها المستفيدين 599. بس المعيار ديال هذا العمليه كيفاش واحد شخص 151 كيستفاد بمليون ديال الدرهم، ومدينه بحال العيون 599 عطيتهم 28 مليون ديال الدرهم. انا بغيت غير نفهم هذا المعيار اللي خلاكم تحطوا هذه الجمعيه وهذه الجمعيه بهذا، شنو هو المعايير اللي درتوه؟ جات الكسكس مال الجمعيات ديال الكسكس نفسها، واحده عطيتوها 2 مليون 750، وواحده عطيتوها تقريبا 13 مليون ديال الدرهم، واحده فيها 700، واحده فيها 11 مستفيد، وواحده فيها 62 مستفيد. ولكن نفهم هذا المعيار اللي خلاكم تخلوا هذه العمليه بدا. انا نظن انه السيد الرئيس انه
هذا الموضوع خاصو يطول في النقاش ديالو. جلسه واحده ما يكفيش، وخاصنا نشوفوا هذه الاشكاليات لان هذه ارقام ماشي صغيره، خاصنا نشوفوها، وخاص ما غاديش نخصو مجهودهم دايرين مجهود كبير، بالعكس حنا ماشيين معاهم بغينا نشيكو، ولكن على الاقل يجيبوا لنا في مشاريع اللي تعود تستفاد منها المدينه. كاينين مجازر، كاينين سمو هادو يبان لي دعمتوهم الجمعيات، واش رجع بالفائده على المدينه ورخص اللحم يمكن يسوى 80 درهم و 100 درهم حمل. الدجاج اللي درتوه دعمتوه واش استفادت منه المدينه وقل الثمن؟ هذا كان ممكن. المدينه الاسعار طالعه، هذو الجمعيات الله اعلم اش كاينين ممكن فعلا كيف ما قال السيد الرئيس قبل مني قبل في المداخله ديالو، كاينين جمعيتين، كاين جمعيه الساقيه الحمراء مشكوره، وكاين واحد الجمعيه ديال الطيبه مشغلين للناس، عندهم العمال، عندهم زيناتهم، داروا هما واحد الدعم من عندهم اللي ربحوه، هادو متفق معاك عنهم يعودوا عندهم. ولكن انا من الوزاره كنطلب منك من المسؤوليه اخويا عندنا 10 وزينات و 15 وزير هادو المعطلين اللي قاعدين هنا راه السيد الوالي يوقف معاهم مصباح ويعدل لهم الجمعيات، عاد خاصكم هذه الجمعيه يعدل لهم المصباح. شنو المشكل؟ ودعموهم وعاونوهم، ولكن باش تجيبوا لنا ارقام كبيره وتعرفوا علينا هذه التفاصيل، وهذا راه مزيان كنا اللي نديروه قبل، كنا اللي نديروه باش نلقى الصحه في الجهه وجات الكوفيد ورديناه. ولكن نظن انه اليوم حان الوقت على اساس انه هذا النوع من المشاريع اللي خاصو ياسر من الدراسه وخاصو ياسر من التتبع، وكنطلبوا من السيد الوالي على اساس انه يتبع هذه المشاريع المستقبليه. شكرا.